السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي نشارك معكم غريبه معلكه بالكركاع واللوز. صراحه تجي واعره اكثر من رائعه، كتجي معلكه. غنعطيكم جميع الاسرار باش يبقى السكر ثابت على الغريبه ديالكم، يعني واخا طيب، وباش تجي هكايا كيف ما كتشوفوا جا الشكل ديالها زوين وكتجي معلكه. وغنعطيكم جميع الاسرار، التفاصيل، الكميه وعدد الحبات وكذلك ثمن البيع. كنتمنى انكم تشجعوني بلايك لهذا الفيديو. صراحه التفاعل قليل، واخا انا كندير مجهود كتير باش انني نشارك معكم يعني اسرار اللي ما تيشاركوهاش اغلبيه الحلويات، ونتمنى تدعموني وتشجعوني باش نعطيكم المزيد. اول حاجه هنا كنحتاجو نص كيلو ديال اللوز كان ما كنحمرو ما حتى شي حاجه، يعني كنمسحوه هو والكركاع وغادي نطحنهم. درت هنايا 2 كيسان ديال السكر سنيده، يعني عندي نص كيلو لوز ونص كيلو كركاع. صافي غادي نطحنهم هكايا في الهاشوار. كنطحن ديك السنيده، انا جاتني سنيده شويه غليظه، المهم غادي ندوز ليها واحد الطحنه مع اللوز. كنطحنوه حتى كيتسمد، يعني ماشي كنبقاو نطحنوه حتى كيتعلق ويطلق الزيت، لا، غير ما كيبقاوش فيه دوك الطروفه، يعني كنطحنوه يولي بودر وصافي. هنا درتو في واحد البول، درت عليه معلقه كبيره ديال الدقيق. عندي هنايا 2 ديال الخمارات حمرين، ممكن ديروا نصف الكميه بطبيعه الحال الا بغيتو. المهم انا عطيتكم كميه ديال كيلو، يعني مخلط ما بين اللوز والكركاع. عندي هنايا ساشي ديال زهره البرتقال، وعندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو بودر، وقبيصه ديال الملحه بطبيعه الحال لصحيح الذوق. صافي هنا غادي نخلط النواشف هما الاولين، يعني كنخلطوا النواشف بوحدهم هما الاولين. عاد غادي نضيف السوائل. هنا درت واحد شويه من النكهه ديال البرتقال، ممكن ديروا قشور ديال البرتقال معسلين، ممكن تنكهوا بالحامض. المهم تيبقى لكم الاختيار، ممكن يعني تكتفيو غير بديك الساشي ديال الزهر. المهم كيبقى لكم الاختيار. هنا زدت شويه واحد المعلقه اخرى ديال الكاكاو بودر، بغيت انا يجيني اللون ديالها مغلوق. صراحه كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تبقى اللون ديالها باهت، بغيتو يتغلق ليها اللون. انا كيعجبني اللون ديالها مغلوق باش كيجيو باينين فيها دوك التشققات. غندير هنا واحد 2 معالق كبار ديال الناباج، ممكن تعوضوهم بالكونفيتور. وغندير هنا واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال الزبده. صافي وغادي نبدا هكا تنعرك اولا تنعجن هاد الغريبه ديالي. المهم البنات هي راه تتبغي تدليك مزيان، يعني راه كل ما دلكتوها مزيان كل ما تجي معلكه وكل ما كتجي مشقه اكثر. بالنسبه للبيض، البيض تيبقى على حساب الحجم ديالو، يعني تقدر تهز لكم 3 البيضات، تقدر تهز لكم 3 ونص، تقدر تمشي لكم حتى ل4 البيضات. انا كان الحجم ديال البيض شويه صغير، هزات ليا 4 ديال البيضات، ولكن ما تنضيفوش البيض في دقه واحده. درت انا هنا 2 ديال البيضات، غادي نعلك وانا تنشوف، يعني الا خصني تنزيد. هنا 6 البيضه الثالثه، وغادي نبدا تنعجن، وكنحس به راه باقي، يعني عندي النواشف في الجناب كيف ما شفتوا، يعني ديك الجهه باقي ناشفه. صافي هنا غادي نضيف البيضه الرابعه، وغادي نكتفي بهذا القياس ديال البيض. صافي وهنا كنبدا كنعركها مزيان البنات، كنعطيوها دليك مزيان. يعني انا قطعت الكاميرا معاكم باش ما نطولش عليكم الفيديو، وبقيت تندلكها واحد شويه، ضروري كندلكها. ومحدي انا كندلكها وهي كتعلق ليا في يديا وكتلتصق ليا في اليدين، يعني ملي كتبدا تلصق لك في يديك صافي، يعني راه غادي تجيك زوينه وغادي تجيك معلكه من الداخل. صافي هنا من بعد ما علقتها غادي نخليها ترتاح، ماشي ترتاح بزاف، المهم غير كنخليها كتشرب شويه. بين ما وجدت هكايا لاطا، وجدت سكر كلاصي، وجدت المسائل باش غادي نبدا نكور. هنا غادي نبدا كنكور. بالنسبه للحجم ديال الكره درت فيها تقريبا 24، المهم 23 24 25 ما تنفوتهاش. صافي كنبدا ندير هكا يديا في المزهر، وهذا هو السر باش يبقى لكم السكر كلاصي ثابت على الغريبه ديالكم. في اي غريبه البنات، اي محلكه تديروها الطريقه هذه. المهم انا كنكور وكنلوح في السكر كلاصي، وكنخليه حتى كان يعمر ليا داك السكر كامل. يعني كل ما خليتوها في السكر كلاصي اكثر كل ما كتشرب السكر وكتجي كيبقى قابط عليها، ما كيبقاش يتحتحت فاش كطيب. يعني ماشي كندير وحده بوحده، لا، كنحط وكندور هكا البانيو باش يتلبسوا كاملين بالسكر. صافي وكنخليها واحد شويه هكايا بين المساليت حتى كتشرب. صافي كنديرها هنايا في اللاطه، وغادي ناخذ انصاف ديال الكركاع
وغادي ندوزهم في بيض البيض باش انهم ضمنهم انهم بقاو لاصقين ما يطيروش، باش فاش يلموا فاش طيب الغريبه يبقاو لاصقين. صافي كنثبتهم هكا فوق الحليوه ديالي غير هكا شويه، ما كنضغطوش بزاف يعني حتى كتبغى لينا حلوه، لا غير شويه هكايا تبدا. المهم دوك التشققات شويه في الجناب وصافي. وغادي ندخلها كطيب على عافيه مهيله، الفران يكون سخون من قبل، وكندخلوها لتحت. ما كنفوتوش ليها البنات 12 دقيقه في الطياب ككل، يعني 4 دقائق 5 دقائق لتحت حتى كتبدا كتشقق. صافي كنطلع الفوق كنعطيها 8 ديال الدقائق. صافي كنخرجها والعافيه كتكون مهيله، لان لا فوتي ليها الطياب بزاف راه تتجي ناشفه، وداك السكر كلاصي بحال كيبدا كيندي، يعني لا وصلت بزاف وبحال كيتحرق وكيبدا كيندي، يعني ما كنفوتوش ليها طياب بزاف. صافي ملي كنخرجوها كنخليوها حتى كتبرد البنات، ما كنقيسوهاش نهائيا حتى كتبرد مزيان وكتشد راسها، وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. بالنسبه لعدد الحبات عطاتني 70 حبه، والعبار عطاتني كيلو ونص، وثمن البيع كنخرجها ب 160 درهم الكيلو. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم وجربوها وغادي تصدق معكم، انا متاكده 100% لانها كتجي اكثر من رائعه. ونتمنى يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، وما تنسوش البنات دعموني وتشجعوني باش هكا انا نتشجع ونعطيكم مزيد من الوصفات. كيف ما كتشوفوا انا حليت معكم وحيده، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. خليت لكم الراحه.